الشهيره. شخصيه العام تختاري مين؟ مفيش شك، يعني مش انا لوحدي اللي اختاره، ولا اعتقد انه مش نسبه كبيره، اذا ما يعني ما قلت الشعب المصري كله فهقول معظم الشعب المصري. هختار طبعا الفريق اول عبد الفتاح السيسي. ليه؟ يعني يمكن بالمناسبه كمان انا جايه وهو قايل الخطاب بتاع النهارده. الخطاب عامل قلبانه في الشارع. عامل قلبان وعامل حاله رد فعل جميله بين جميله جدا. جدا. قد ايه الراجل ده مسؤول، قد ايه يعني مسؤول ومهموم بالشعب، ومهموم بحاله الارهاب اللي احنا بقينا عايشين فيها. احنا مش يعني هو الراجل مش هيسكت لحد ما نبقى لبنان تانية ولا العراق تانية. فالخطاب دوت انا طول ما انا ماشي ما حدش بيتكلم الا في الخطاب ده. محدش بيتكلم، وما حدش بيتكلم في انه في اكتر من انه انا نازل يوم الجمعه. انا نازل يوم الجمعه. انا منهم انت؟ طبعا والا انا هكون جحده. طبعا ولا كلام للاعلام؟ لا انا هكون جحده اذا كنت انا ما نزلتش. ايه؟ هكون جحده لهذا الشعب، عندي جحود لهذا الشعب اذا ما نزلتش فعلا ووقفت وقلت لا، قواتنا المسلحه هي الحصن الاول والاخير لهذا الشعب، واحنا في ظهر قواتنا المسلحه، واحنا بنطالب قواتنا المسلحه بان هم يحررونا من هذا الارهاب اللي احنا بقينا عايشين فيه. انا ما بقتش مع اولادك ولا لوحدك؟ هنزل مع اولادي ان شاء الله. مع اولادك اول مره تنزلي ولا نزلت في 30 يوم؟ نزلت قبل كده، نزلت قبل مش في 30 يوم نزلت بس نزلت بعد كده. نزلت بعد كده كذا مره تحرير. لكن اليوم دوت انا شايفه انه انا واجبي بقى كمصريه لازم انزل، لازم اثبت للعالم الخارجي وبالميوعه اللي معيشانا فيها امريكا والاتحاد الاوروبي وبريطانيا النهارده، وسمع ان في تاخير ل4 طائرات المفترض كانوا يسلموها. لازم ننزل، ولازم كل الشعب المصري ينزل، ولازم اي حد مهموم بهذا الشعب ومهموم وفرحان بان احنا استردينا بلدنا لازم ينزل. لازم. فانا طبعا بقول انه فريق اول والقائد الاعلى للقوات المسلحه والنائب الاول رئيس الوزراء فريق عبد الفتاح السيسي. انت شخصيه العام، وانت ويمكن كان في حوار جميل للشاعر الكبير الجخ هشام الجخ. فبيسالوه عبد الفتاح السيسي قال له دكر. عجبتني قوي الكلمه دي. صعيدي. دكر. عجبتني الكلمه دي. طيب شخصيه العام عبد الفتاح السيسي، الفريق اول عبد الفتاح السيسي. طيب تختار لنا حاجه ثانيه غير شخصيه العام؟